في كتب التاريخ اتكتب عن الحروب، عن القصور، عن الحكام، لكن في حاجة ما اتكتبتش كاملة، وهي الطقوس الباطنية اللي كانت بتحصل بعيد عن عيون الناس. تخيل إنك عايش في القاهرة سنة 400 هجرية، والناس في الشوارع شايفة دولة قوية، قصور، مواكب، احتفالات، تنظيم سري بيعتمد على الطقوس الباطنية، وأسرار ما تتقالش غير همس. بس قبل ما نبدأ الحكاية، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحكاية. الفاطميين كان عندهم نظام هرمي خطير جدا. الإمام قمة الهرم، والدعاة الكبار، والدعاة المحليين، والمستجيب والمبتدئ. اللي بيدخل التنظيم ما بيدخلش مرة واحدة، كان بيمر بمراحل، وكل مرحلة بيتكشف له جزء من العلم الباطن، وكان فيه قسم سري وعهود ما ينفعش تنكسر. الدولة الفاطمية قامت سنة 909 ميلادية، لكن مش بس كدولة سياسية، وما كانتش مجرد دولة بتحكم بالسيف، كانت كمان دولة قائمة على عقيدة شيعية إسماعيلية، وفيها نظام دعوي سري معقد جدا. سنة 1005 ميلادية الخليفة الحاكم بأمر الله أنشأ مكان اسمه دار الحكمة، ظاهرها مكتبة لكن باطنها كان مركز لنشر الفكر الإسماعيلي الباطني. كان بيتم فيها تدريس الفلسفة وعلم التأويل وتفسير القرآن تفسير رمزي، ومناظرات سرية. الدروس كانت أحيانا بتقام بالليل، وما بيحضرهاش غير المختارين. في التنظيم الدعوي كان فيه درجات، مش أي حد بيدخل على أسرار العقيدة كاملة. كان الشخص بيبدأ بتعليم أساسي، بعدين بيدخل مرحلة أعمق، وبعد اختبار الولاء بيوصل لمستوى أعلى من الفهم. المعرفة هنا ما كانتش للجميع، كانت امتياز. وبعض المؤرخين قالوا إن التعليم كان بيركز على التفسير الباطني للقرآن، يعني المعنى الظاهر غير المعنى الحقيقي اللي يعرفه بس المختصين. اعتقاد منهم بأن لكل نص ظاهري تنزيل معنى خفي تأويل محدش يعرفه إلا الإمام المعصوم، والفكرة كانت أن الإمام هو لوحده اللي يملك مفاتيح الفهم الحقيقي. الاجتماعات السرية، الروايات بتقول أن بعض الاجتماعات كانت بتحصل في أماكن خاصة بعيد عن العامة. يا ترى إيه اللي كان بيحصل فيها؟ كان بيتم فيها شرح رموز دينية بطريقة مختلفة، ومناقشات، تأويلات عميقة، توجيهات مباشرة من الدعاة الكبار. مفيش تسجيلات كاملة للي حصل، كل اللي وصل لنا شذرات من كتب مؤرخين، والباقي ضاع مع سقوط الدولة. حتى العمارة نفسها كانت شايلة رموز، الأبواب، النقوش، التصميمات الهندسية كان فيها إشارات دينية وسياسية معقدة. بعض الباحثين بيقولوا إن القصر نفسه كان جزء من الرسالة، مش مجرد مكان للحكم، ده رمز للسلطة الروحية والسياسية مع بعض. والمصادر السنية اتهمت الفاطميين بالغلو والسرية المفرطة، لكن بعض المؤرخين شايفين إن الصورة اتضخمت بسبب الصراع السياسي. الحقيقة إن في تنظيم سري فعلا، لكن الأساطير حواليه زادت جدا مع الزمن. ومن أبرز الطقوس والممارسات مجالس الحكمة، ودي كانت جلسات مغلقة كانت بتتعمل في القصور الفاطمية في القاهرة، وكان بيحضرها الصفوة، والدعاة كانوا بيشرحوا التفسير الظاهري والباطني للقرآن والعقائد الإسماعيلية. وبرضه نظام التراتب الدعوي، وده كان تنظير دقيق لمراتب الدعوة، الداعي المطلق والحجة والداعي، لضمان الولاء التام للخلفاء الفاطميين. وكان فيه الاحتفالات المذهبية، وبرغم من الطابع السري لكن كانوا بينظموا احتفالات عامة بذكرى الأئمة وموالدهم تعكس المذهب الإسماعيلي. وبرضه تعقيدات الحاكم بأمر الله، لأنه فرض طقوس اجتماعية صارمة، زي إنه منع الستات من الخروج، وحظر بعض الأكلات والمشروبات والخروج بالليل، وده ارتبط بظاهرة الخفاء والظهور في العقيدة. يمكن الطقوس دي اختفت، يمكن اتغيرت، أو يمكن لسه موجودة بشكل مختلف لحد النهاردة، لكن المؤكد إن الدولة الفاطمية ما كانتش مجرد حكم، كانت عالم من الأسرار. لكن السؤال الحقيقي، هل كانت دولة دعوة سرية ولا دولة علم وفكر اتظلمت تاريخيا؟ ومن ورا المشربية التاريخ لسه بيحكي حكاية،
ولو الحكاية عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في حكاية جديدة من ورا المشربية.